اهلا بيكم متابعينا في كل مكان. انا اول حاجه قبل ما ابدا الدرس انا بشكر جدا لمتابعينا زي الطالب فارس والطالب ادم والطالبه ليان، لانهم بيتابعونا في كل الفيديوهات بتاعتنا. النهارده معانا فيديو جديد جدا ودرس مهم جدا اسمه انواع السياحه في بلدنا. الدرس بتاع النهارده عباره عن رحله استكشافيه في ربوع مصر. يعني النهارده هنلف شويه مدن جميله كده وهنعرف انواع السياحه في مصر. اول حاجه هنعرفها ايه هي السياحه. تعال نقول كده مع بعض يعني ايه السياحه. السياحه هي الانتقال من مكان الى اخر بغرض الترفيه. تاني، هو الانتقال من مكان لاخر بغرض الترفيه او العلاج. ايه ده العلاج؟ يعني في ناس بتسافر عشان تكشف يعني ولا ايه؟ لا، تعال نفهم النهارده قصه السياحه العلاجيه. تابع الفيديو لغايه الاخر عشان تعرف يعني ايه السياحه العلاجيه او الاستكشاف. يبقى تاني نقول كده تاني مع بعض. هو الانتقال من مكان لاخر بغرض الترفيه، ان انا رايح اتفسح، او العلاج او الاستكشاف. طب تعال نعرف ايه اهميه السياحه في بلدنا. يا ترى السياحه دي مهمه ليه؟ تخيل كده معايا ان عندنا مثلا بيزورنا في مصر 10 مليون سائح. لو كل سائح يعني دفع $1 يبقى هيبقى معانا كام؟ هيبقى معانا مبالغ كبيره قوي. يبقى السياحه اول حاجه تساهم في زياده الدخل القومي. تاني حاجه بتعملها ان هي بتوفر فرص عمل للشباب. يبقى تاني، ايه اهميه السياحه؟ السياحه بتوفر فرص عمل للشباب وتساهم في زياده الدخل القومي. طيب تعال نشوف انواع السياحه. بص كده ركز معايا، في نوعين من السياحه: سياحه داخليه وسياحه خارجيه. السياحة الخارجية اللي هو أنا هروح لبلد تانية، هسافر بالطيارة أو هسافر بالأتوبيس أو المركب وأروح دولة تانية. يبقى هي الانتقال من دولة إلى دولة أخرى لعدة أغراض. تمام؟ زي زيارة السائحين من دولة إلى مصر، دي سياحة اسمها سياحة خارجية. طب ما إيه هي السياحة الداخلية؟ هي الانتقال من مكان إلى آخر داخل بلدنا لعدة أغراض، زي الذهاب للشواطئ في الصيف أو زيارة الآثار المصرية أو مدينة شرم الشيخ. يعني بابا أو ماما لما ياخدونا الغردقة نتفسح، يبقى دي اسمها سياحة إيه؟ داخلية. لكن السياح اللي جاي لنا من دول أخرى دي اسمها سياحة إيه؟ خارجية. طب تعالى نكمل الدرس الجميل خالص ده. تعال نعرف تصنيف السياحة في مصر أو أنواع السياحة في مصر. أول نوع معانا اسمه سياحة ترفيهية. يبقى أول نوع معانا اسمه سياحة ترفيهية. تاني نوع معانا اسمه سياحة ثقافية. تالت نوع معانا اسمها سياحة المعارض والمؤتمرات. بعدين عندنا رابع نوع معانا السياحة البيئية. بعدين هناخد آخر حاجة اللي هي السياحة العلاجية، اللي قلت لكم اسمعوا الفيديو لغاية الآخر عشان تعرفوا يعني إيه سياحة علاجية. تعال نبدأ أول حاجة بالسياحة الثقافية. السياحة الثقافية إن أنا رايح أتثقف، إن أنا رايح أسمع معلومات جديدة. يبقى هي زيارة الأماكن التاريخية والتراثية. يبقى تاني، السياحة الثقافية إمتى نقول عليها سياحة ثقافية؟ لما أنا أروح أزور أماكن أثرية وأماكن تراثية. يعني لو أنا رحت معبد الكرنك، أنا رايح هناك أتفسح ولا أسمع معلومات؟ أكيد رايح يعني أسمع معلومات وأتفسح. يبقى كده اسمها سياحة ثقافية، إن أنا عرفت معلومات جديدة. زي مثلا زيارة المسرح الروماني. أنت لما تروح المسرح الروماني في الإسكندرية وتعرف إن هو مين اللي بناه وفي أي عصر اتبنى، يبقى أنت كده خدت معلومات جديدة ولا لأ؟ يبقى دي سياحة اسمها سياحة ثقافية. ومن الشروط إن تبقى سياحة ثقافية إن أنا أزور أماكن صنعها البشر. يعني ما ينفعش أزور أماكن طبيعية زي مثلا محمية وادي الحيتان اللي خدناها في الدرس بتاع الأماكن التراثية. تاني نوع معانا او تاني مكان في السياحة الثقافية هي اهرامات الجيزة. انا بروح هناك بتعرف على الاهرامات وبعرف ان الاهرامات دي اتبنت ليه ومين اللي بناها، فدي اكيد اسمها سياحة ثقافية. او قلعة صلاح الدين اللي بالقاهرة، القلعة الكبيرة اوي الموجودة في القاهرة، برضو دي يعتبر سياحة ثقافية. عندنا كمان الكنيسة المعلقة اللي موجودة في مصر القديمة او في القاهرة،
بالاضافه الى المتاحف الحديثه. ان انا مجرد ان انا اروح متحف حديث او المتحف عموما، دي اسمها سياحه ثقافيه. زي طبعا المتحف القومي للحضاره المصريه. وبالمناسبه المتحف ده بيضم اثار من جميع الحضارات، من جميع العصور، الحضارات اللي موجوده في مصر. يعني هنلاقي عندنا الحضاره المصريه القديمه، الحضاره الرومانيه، الحضاره القبطيه، والحضاره الاسلاميه. هنلاقي فيه انواع العصور كلها. وده بالمناسبه اتفتح حديثا. معلومة إسرائيلية مهمة جدا، هنتكلم عن المتحف المصري الكبير اللي هو لسه مفتوح السنة دي أو في 2025. المتحف ده ساعدتنا بيه هيئة اسمها هيئة التعاون الدولي اليابانية، اسمها الجايكا. بالمناسبة منظمة الجايكا أو هيئة التعاون الدولي الجايكا عملت حاجات كتير قوي من يوم المدارس اليابانية. ساعدتنا في إنشاء المتحف المصري الكبير. يبقى منظمة الجايكا دي ساعدتنا في بناء المتحف المصري الكبير. وتم التعاون بين الخبراء اليابانيين والمصريين في ترميم وحفظ القطع الأثرية لعرضها بالمتحف. يعني الخبراء اليابانيين زائد الخبراء المصريين اتعاونوا مع بعض عشان يرمموا الآثار. يعني يرمموا الآثار، يعني الآثار اللي فيها مثلا بعض الكسور، الآثار المحتاجة مثلا إن هي تترمم شوية، هم اللي رمموها عشان يعرضوها في المتحف المصري الكبير. وبالمناسبة ده أكبر متحف في العالم كله. أوكي. تاني نوع معانا اسمها السياحة الترفيهية اللي كلنا بنحبها. ان انا اروح اتفسح، ان انا اروح اشم هوا جديد. طب انت عاوز تروح تتفسح، يبقى هتروح اماكن ايه؟ هتروح اماكن اثرية ولا هتروح مثلا زي الشواطئ على البحر الاحمر المتوسط؟ يبقى لما انا اروح اماكن طبيعية زي مثلا ان انا اروح الغردقة، اروح الاسكندرية، دي اسمها السياحة الترفيهية. ودي بغرض الاستمتاع والمرح. او كمان رحلات السفاري اللي في الصحراء، وتركب كده البجي وتبقى مبسوط جدا، دي اسمها سياحة ترفيهية. او التنزه في النيل، تركب المركب الكبير من اسوان وتمشي بيك لغاية الاقصر، ممكن توصل كمان لغاية سوهاج، وتبقى رحلة جميلة جدا. دي سياحة برضو بالمناسبة سياحة ترفيهية. تعال ناخد السياحة العلاجية اللي انا قلت لكم ركزوا معايا في الفيديو عشان تعرفوا ايه هي السياحة العلاجية. السياحة العلاجية هي موجودة في أماكن قليلة في العالم، وموجودة في أماكن كتير في مصر، وهي زيارة الأماكن بغرض الاستشفاء والعلاج. يعني أنا أروح كده مكان أنبسط وكده أسترخى وأتعالج. زي إيه مثلا؟ الرمال الساخنة بالصحراء الغربية. يعني السياح بيجوا من بلادهم كلها يعتبر برد، السنة كلها برد، فبيروحوا يدفنوا نفسهم في الرمال الساخنة ويحسوا كده بالاسترخاء وان هم كده ايه مبسوطين جدا. تمام. يبقى الرمال الساخنه بالصحراء الغربيه يعني ناحيه الوادي الجديد. او العيون الكبريتيه في سيناء. العيون الكبريتيه عباره عن عيون مياه فيها نسبه كبريت. مجرد ما الاجنبي او اي حد ينزل فيها بيحس كده ان الجلد بتاعه بيتغير، وبيحس كده انه ايه مبسوط فيها. اوكي. وبتغير الجلد. تمام. يبقى السياحة العلاجية هي بغرض الاستشفاء والعلاج. عندنا كمان البحيرات الملحية في سيوة. وسيوة دي بالمناسبة قريبة جدا من الحدود ناحية ليبيا، لازم نعرف أماكنها. يبقى عندنا 3 أماكن: الرمال الساخنة بالصحراء الغربية، 2 العيون الكبريتية في سيناء، 3 البحيرات الملحية في سيوة. تمام يا ولاد؟ ندخل بعد كده على نوع جديد اسمه سياحة المعارض والمؤتمرات. تاني مع بعض نقول تاني: سياحة المعارض والمؤتمرات. ركزوا معايا. سياحة المعارض والمؤتمرات يقصد بها هي استضافة المؤتمرات والاجتماعات الدولية. يعني بابا لما يجي يقول لك أنا رايح أحضر مؤتمر في القاهرة، أو ماما تقول لك أنا هحضر معرض الكتاب الدولي، ده معناه إيه؟ معناه إن في ناس كتير رايحة المكان ده. طب هم رايحين يستمتعوا ولا هدف تاني؟ هو ده هدف تاني اسمه استضافة المؤتمرات والاجتماعات، زي منتدى شباب العالم اللي بيتعمل في شرم الشيخ، أو معرض القاهرة الدولي للكتاب. يبقى في نوع تاني من السياحة اسمه سياحة المعارض والمؤتمرات،
ومعناه هي استضافة المؤتمرات والاجتماعات الدولية. ندخل على نوع تاني اسمه السياحة البيئية. السياحة البيئية هي معناها زيارة المحميات الطبيعية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة. محميات يعني محمية. المحمية ده عبارة عن مكان بتعمله الدولة، بيبقى مكان مميز بالمناسبة. المكان ده معرض الحيوانات أو النباتات فيه للانقراض، فعلى طول الدولة بتعمل زي محمية ليه عشان تحافظ عليه. فالمكان ده بيبقى مكان طبيعي كده وجميل قوي ولازم نحافظ عليه، زي محمية جبل علبة اللي موجود في البحر الأحمر. وبالمناسبة محمية جبل علبة موجودة في جنوب شرق مصر، موجودة في مكان كده بعيد شوية. عندنا محمية راس محمد اللي هي قريبة جدا من شرم الشيخ عند جنوب سيناء. والتنين دول يعتبر من الأماكن الجميلة جدا لو رحت هتستمتع بيها، بس هو يعتبر من نوع السياحة البيئية، لأن أنا بزور الطبيعة، إن أنا بروح أتفسح في الطبيعة. أوكي يا ولاد؟ طيب دلوقتي احنا يعتبر قربنا نخلص الدرس. تعال نعرف مع بعض ايه واجبنا نحو السياحة والمناطق الأثرية. هل يعقل لما احنا نروح اي مكان سياحي ان انا اتعامل مع السياح بطريقة مش كويسة، او اخد معايا كيس شيبسي او كيس لب واقعد اكل في المعبد او في المتحف؟ لا طبعا، ما ينفعش كده خالص. يبقى واجبنا نحو السياحة هي المحافظة، نقول تاني مع بعض، المحافظة على نظافة الأماكن السياحية. يبقى رقم واحد إن أنا لازم أحافظ على الأماكن السياحية لأنها مهمة جدا طبعا. رقم اتنين، عدم الكتابة على الآثار أو الجدران. للأسف احنا شعب بنحب نكتب على أي حاجة، يعني لو رحنا أي فصل أو أي مدرسة بنقعد نكتب على الحيطان، وده طبعا تصرف خاطئ جدا. وللأسف برضو لما بنروح الآثار بيبقى فيه عادات سلبية جدا إن احنا نكتب أسامينا على الآثار، وده ممنوع منعا باتا. يبقى ما ينفعش نكتب أي حاجة على الآثار أو حتى نخدشها. رقم 3، إكرام السائحين وحسن معاملتهم. لو أنا عملت السياح بطريقة حلوة هيجوا مرة واثنين وثلاثة، لكن لو أنا عملتهم معاملة سيئة عمرهم ما هيجوا تاني. طيب ركزوا معايا، تعال نعرف مع بعض ايه جهود الدولة بالنسبة لتنمية السياحة. احنا لازم نحافظ على السياحة وننميها. طب ايه عملت الدولة؟ اول حاجة بناء مدن سياحية جديدة. الدولة ابتدت تبني مدن جديدة زي مدينة العلمين الجديدة، ودي مكانها هنا ناحية الاسكندرية على البحر المتوسط. يبقى اول حاجة عملتها